السلام عليكم يا شباب الدعوة بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن جالس معي الأخ أبو ياسر في الفندق بالغرفة، وأرسلت لي هذه القصة من القرية هناك عندنا في ولاية الجزيرة في السودان، وبفتح فيها سألني الحاصل، فقلت له عندنا شيخ من مشايخ الكبار كان مدفون في الطريق، يعني بعد تمدد المنطقة السكانية على منطقة المقابر، فصار هذا القبر في نص الشارع. هذا القبر يقول له 200 عام. فاليوم الشباب مشوا يحفروا هذا القبر حتى يحولوه إلى يضموه للمقابر الجديدة. فسبحان الله وجدوا هذا القبر، يعني وجدوا الجثمان كما هو، وحتى يعني القماش لل يعني الكفن نفس الكفن اللي كفنوا به، ما فيه أي شيء ولا تغير، حتى ولا تغير الجسم. فقاموا حطوا عليه كفن جديد وراحوا يكبرونه، لو شايفينهم من العيال الصغار يعني ما يعرفوا شيء. سبحان الله، شوف هذا الإيمان، يكبرونه فرحانين جدا. وبعثوا لي كل الشباب إنه إحنا اليوم العصر، هذا الكلام ده عصر اليوم، هذا الكلام ده في الكاملين ولاية الجزيرة إن شاء الله. جزاكم الله خير وربنا يكرمكم. اللي هو التاريخ 2 اليوم 2 أكتوبر 2016. اليوم يوم الاثنين. أيوة. اللي هو يوم 3 أكتوبر، وهو بالتاريخ العربي 2 اللي هو 2 محرم 2 محرم 1400 السنة الجديدة. امبارح كان عندنا عيد السنة كذا ما خلاص. وانا لا ما ادقوا هنا وانا ذكر بيادي ابدا ايدك يا زول حرمني فيها وصلي على النبي. حرمني تعشروا عمر بعد وصلي على النبي. حرمني تعشروا طلع التراب عبد لك هذا ما يشيل لما يجيك الكفن يا جماعه. الكفن لا يا اخوانا، جيب ايدك الكفن اطلع عمر. دقيقة ما بقينا عليه. خليه يشيل الشيخ، الشيخ دقيقة صبر الله يا اخوانا. الزول ده ماسك هنا يا اخوانا شوية بس كده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. رحمت أقيف الشيخ ما تمشي، خليه يخطوا عن قريب هنا وخطوا الكفن. خطوا الكفن 7 الكفن. أقعد رحمت دقيقة يا جماعة. يا ولد يا جماعة.